مكملين في حلاوة المولد، والنهاردة بقى هنعمل الحلاوة والجمال كله. اللذيذة البيضة واللذيذة البني، العشق يا جماعة. بكوباية ونص سكر هنعمل الاتنين، وبأقل من نص كيلو جوز هند. هنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. شوفي لما بتروحي تشتري حتتين منها بتبقى بكام. الجمال ده ما يستاهلش لايك؟ يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. وزي ما متعودين في كل الحاجات اللي انا عملتها، ان انا بس بجهز الصاج او الصينيه اللي انت هتعملي فيها، بدهنها زيت وبفرد كيس فيها وادهنه زيت وبركنه جنبي. وبعدين باجي اعمل السيرب، بجيب حله بحط فيها كوبايه ونص سكر، وبنفس الكوبايه بحط كوبايه الا ربع ميه، وبعدين بحط رشه فانيليا ومعلقه كبيره عسل جلوكوز. وبرطمان العسل الجلوكوز ده بجيبه من عند العطار ب 25 جنيه، عملت بيه كل الحلاوه وهو لسه فيه باقي. وعصير نص الليمونه، وبرفعهم على النار. وبعدين باجي في طاسه على النار بحط فيها كوبايتين جوز هند. ده الجوز الهند الخشن مش اللي هو الضفر، انا بحب ده اكتر، بخرج منه الرطوبه اهو، ده في دفايان بس، ونزلته من على النار. وادي العسل اهو بيغلي، يغلي 4 5 دقائق بالكتير. وبعدين باخد منه شويه في ميه اهو. بعد 4 5 دقائق غليان بعد ما يغلي، باخده كده. اول ما بتتلم معايا كوره كده، كوره ملزقه، خلاص كده هو خلص، السيرب خلص. باجي بقى بحطه على جنب. وبعدين بجيب البوله بحط فيها الجوز الهند. الجوز الهند ده كوبايتين يعني 200 جرام. وبعدين هضيف عليه بقى السيرب على قد ما هياخد، يعني هاخد مغرفتين ثلاثه، ولو احتاج احط لحد ما احس ان هو اتغلف كله بالسيرب. بضيف نص كوبايه صغيره كده زبيب، ممكن اختياري، ممكن ما تحطيهاش لو عايزاه ساده. وبغلف كده، هو كده اتغلف معايا كويس، يعني مش هحتاج سيرب تاني. لو لقيتيه لسه مش متغلف كويس بتحط شويه تاني. بجيب بقى الصاج اللي مجهزاه وبفرد فيه، بفرده كويس اهو بالمعلقه. وبعدين بدوس عليه كده، بسويه كده بايدي. وبعدين بتضغطي عليه بهراسه البطاطس او باي حاجه تقيله عشان يبقى حته واحده. وبعدين بسيبه بقى، ده ما بيتقطعش غير لما يبرد خالص، بحطه على جنب لحد ما يبرد. وباجي اعمل بقى اللذيذه البني. طاسه على النار فيها معلقه سمنه كبيره، وبنزل بربع كيلو، ده ربع كيلو جوز هند برده الخشن. عايزه تجيبي الكبير اللي هو اسمه الضفر، هاتيه واعمليه برده نفس الخطوات. بفضل اقلب فيه وايدي فيه كده لحد ما ياخد لون شويه بشويه، لحد ما اوصل للون ده. ده اللون اللي انا عايزاه. كل المراحل قدامكم اهي. بس كده بنزله من على النار وبحطه في البوله. وبضيف عليه برضو شويه زبيب، برضو دي اختياري، ممكن ما تحطيهاش. وبقلبها فيه كده. وبعدين باجي بحط باقي السيرب كله بقى عليه، وبقلبه فيه وبغلفه خالص بالسيرب برضو. وبعدين بجيب برضو الصاج اللي انا محضراه او صينيه او اي حاجه عندك يعني، وبضيفه كده في الصاج. وكل حاجه برضو بستخدمها بكون دهناها. لا، انا بدهن كل حاجه وبخليها جنبي. اي حاجه في اي حلويات انت بتعمليها بتبقى محتاجه ان انت تدهني زيت، عشان بتبقى ملزقه. اي حاجه فيها عسل بتبقى ملزقه. واسيبه بقى لحد ما يبرد وكده اهو. اللذيذه البيضه بردت، بقطعها. ولازم تكوني قطعه تكون شديده شويه، لانها بتبقى مسكت في بعضها قوي. وبتقطعيها، لانك لو قطعتيها وهي سخنه هتفرول، بتكون مفروله وهي سخنه، مش هتنفع تتقطع غير لما تبرد تماما. زي ما انتم شايفين الحته اهي. طبعا اللذيذه بتبقى طريه، بصوا تحفه. وزي ما انتم شايفين هي مش سهله، مش محتاجه اي تكات ولا اي حركات، واي حد هيعملها هينجح فيها. وحاجه نظيفه انت بتعمليها وبتفرحي بيها اولادك. والبني اهي برضو بردت، برضو لا اقطعها بعد ما تبرد. هي بتبقى ماسكه شويه، محتاجه قوه. بقطعها بالسكينه عشان السكينه دي ناشفه اهو. شايفين الحته طالعه ازاي؟ بجد احلى طعم، احلى طعم. شوفوا بقى القطعه من دي لما تجيبيها من بره تشتريها بكام. وكلفنا ايه في ده كله؟ كل اللي كلفناه كوبايه ونص سكر، واقل من نص كيلو جوز هند. وعملنا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربوه بالهنا والشفا لكل اللي يجرب. ويا ريت اللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.